المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر حزب الله. المهدي المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. سيد مرتضى قال أن عمر اتهم النبي بأنه غلب عليه الوجع. سؤالي لك شيخنا واضح ومحدد، الكلام هذا موجود بالبخاري ولا مو موجود؟ شوف، اللي سواه القزويني جاب عدة روايات وخلط بعضها في بعض ولا انصف في النقل. جيد. يعني حتى لم تجيب الروايات اللي موجودة في البخاري هتشوف شنو سياقها، ليش تلبس على الناس في موضوع النقل. جيد. شنو التلبيس اللي سواه السيد؟ فهمني. انت الان شنو فهمت من كلام القزويني كله؟ القزويني أن النبي صلى الله عليه وآله في المرض الذي توفي فيه طلب كتاب أداة وكتاب، أتوني بدوات وكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فمنهم من قال قربوا ومنهم قال لا تقربوا. من ضمن الذين قالوا لا تقربوا واتهم النبي بأنه قد غلب عليه الوجع هو الخليفة الثاني. البخاري موجود عندي وهذا البخاري بين إيدي. استعين بصديق مو مشكلة. اي الزيادة اللي ذكرها القزويني. اي شنو الزيادة؟ هي زيادة في نفس النقل هذا. أسمعك القزويني شنو قايل شيخنا؟ اي. قال قولا معناه ان رسول الله قد غلب عليه الوجع، حسبنا كتاب الله. القزويني اولا ما جاب النص كامل ودخله، يعني بتر منه ودخله في مواضيع اخرى. الان انت تدعي هذا الادعاء وعلى المدعي البينة. قول لي ماذا ادخل في الحديث؟ لا وتريد الحق نجلس معك ونجيب كلام القزويني. حاضر. ونجيب كل كلامه، يعني مو الجزء هذا فقط. نعم. يعني انا سمعت الكلام كامل. اي. من بداية كلامه وكلامه عن عمر رضي الله عنه وكلامه عن ابو بكر وكلامه عن عثمان وحتى كلامه عن بعض الصحابة، كلها جت في سياق واحد. انا اقول لك بانه منع تدوين الحديث. الان السؤال اللي يطرح نفسه شيخنا، السؤال اللي يطرح نفسه معاي شيخنا بهدوء، هل موجود في البخاري او مو موجود؟ الموجود في البخاري ما هو النص اللي ذكره؟ نعم. انا اقرا لك النص. ممكن اقرا لك النص اللي بالبخاري؟ اقرأ كامل. اي انقله كامل. حاضر انقله. حاضر. هذا الجزء الاول، مجلد الاول في صحيح البخاري صفحة 120. عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث برقم 112 في كتاب العلم، صحيح البخاري كتاب العلم الباب 82 الحديث 112. هذا الكلام عينه نقله السيد القزويني. قال قولا معناه ان رسول الله قد غلب عليه الوجع، حسبنا كتاب الله. شيخنا جاوبني على هالسؤال. اللي نقل السيد القزويني بأن النبي صلى الله عليه وآله طلب الكتاب والقلم لكي يكتب ذلك الكتاب، وعمر قال قد غلب عليه الوجع، هذا موجود بالبخاري ولا مو موجود؟ طيب موجود في البخاري. أحسنت، موجود في البخاري. إذن
وانت اعتبرت بأن السيد القزويني لما نقل كلام البخاري بأنه طعن، وبالتالي الأولى منك شيخنا أنك تتهم البخاري أيضا بأنه طعن في النبي، وتطالب أيضا بزندقة البخاري. قزويني أي ما ذكر الكلام ولا ذكر التنازع اللي حصل، أي يعني ما ذكر الكلام كله، جاب جزئية. جاب جزئية أن عمر الخليفة الثاني هو الذي اتهم النبي بأنه قد غلب عليه الوجع، وبالتالي ما نقل السيد موجود في البخاري، وبالتالي طعنك في السيد يستلزم طعنك في البخاري. هذه واحدة. لا صحيح. هو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا اتهم عمر أنه قد هدد أبو هريرة عندما تحدث بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الثانية. صحيح. هدد أبو هريرة بشنو؟ بأنه هدد أبو هريرة بأن ينفيه إلى أرض دوس إذا تحدث بالأحاديث. وجعل يعاقب كل من يكتب، بل حتى يحدث مو بس كتابه. مثلا هدد أبا هريرة. هذا موجود. وين هذا؟ أنا أقول لك وين. أجاوب صاحبك اللي يمك في سير أعلام النبلاء للذهبي. نص اي انا حاضر اقول لك. عن سائب بن يزيد سمع عمر يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. طبعا هي الرواية هذه تحتاج ننظر في سندها، لكن حاضر أنا أعطيك سندها بعد شيخنا، تنظر إلى سندها. أنا راح أوفر عليك النظر في سندها. الشيخ شعيب الأرناؤوط في الحاشية وهذا إسناد صحيح. اي هذه واحدة. ثم روى الحديث سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن عبد الله عن السائب بن يزيد إلى أن يقول إسناد هذا إسناد صحيح. ناقل عن المستدرك يعني. أخرج أبو زرع الدمشقي في تاريخه في 1475 عن طريق محمد بن زرعة حدثنا مروان بن محمد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن السائب بن يزيد سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي هريرة لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. وقال لكعب لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. وهذا إسناد صحيح. وهذا إسناد شنو شيخنا؟ صحيح. نقطة أخيرة. الآن أنت طالبت بمنع السيد القزويني من دخول الكويت، صحيح؟ نعم. باعتبار أنه طعن في ثوابت الدين. طيب واللي يطعن في الثوابت الوطنية ايش رايك فيه؟ أم يدخل؟ هو على كل حال الكلام كثير من اللي قاموا ونفس رأي، ما هو رأيي بروحي. أنا ناقشك برأيك. أنا أقول لك يعني لا تقول أنت طالبت فقط، يعني مو أنا بس اللي طالب. جيد، بس أنا ناقشك في رأيك أنت شخصيا. عليها شبه إجماع من أهل السنة أن تعرض للصحابة. واللي يتعرض للثوابت الوطنية هم يمنع ولا يدش عادي عندك؟ الثوابت الوطنية مثل شنو؟ يعني يعتبر أن صدام حسين شهيد. بل أعظم دليل على أنه أسأل الله جل وعلا أن يكون الأمر شهادة الله، وبإذن الله لا أزكي على الله، هو شهيد إن شاء الله جل وعلا. أحسب أن الأمر شهادة في أمر رآه الكل الآن، ألا وهو أنه قتل على أيدي أعداء الله جل وعلا ما قتل على يد مسلم، بل على يد الكفار المشركين من الأمريكيين بمعاونة الكفار من أئمة الروافض. صحيح. لذلك فإن الرجل مات شهيدا ولا أزكيه على الله. ويطعن في شريحة ومكون أساسي في البلد اللي هم الشيعة ويعتبرهم كفار أنجاس وأخطر من اليهود. لكن هؤلاء الشيعة الفجرة الظلمة الغدارون. شوف أنا ما أدري من اللي تقصد أن تتكلم عن لا بشكل عام. لا بشكل عام شيخنا. على كل حال أنا أجلس معك
وكل الامور وصلت هذه الرسالة أنا شيخنا أتناقش فيها. على كل حال. ممكن نرتب الحين اللقاء شيخنا؟ خليكم بين اتصال، راح اخزن رقمك عندي وراح اوعدك في لقاء. يعني أي تاريخ؟ أي يوم؟ ما ادري والله اي يوم، لكن خلال الايام القادمه أنا بانتظارك شيخنا ان شاء الله. وانا اشكرك على اجرك. المهدي